في بعض الأصوات في الدول الخليجية الشقيقة بتطلع بشوية آراء ما أنزل الله بها من سلطان. عندهم أفكار غريبة أو عندهم مرجعيات غريبة، بيفكروا بشكل أغرب وبيطلعوا بقى شوية مصطلحات بسم الله ما شاء الله عليها، بيطلعوا اختراعات. مين المقصود بيها أو ليه؟ كلنا هنفهم. في صحفي كويتي اسمه مبارك البغيلي، الصحفي طالع زي ما احنا شايفين كده، بيقول بيقول إن الخليج فيما معناه يعني انتصر في الحرب وركع إيران، والبركة في أم الدنيا السعودية. أم الدنيا السعودية. طيب أولا، هو أنتوا مين بالظبط عندكم اللي مسؤول عن إن هو بيصدر الألقاب أو بيطلع الألقاب أو بيصرفها؟ يعني مثلا كان صدام حسين جه في سنة من السنين كده لما كان لسه حاكم العراق، طلع رتبة عسكرية جديدة كده في التاريخ ما فيش حد عملها غيره بعد المشير. يعني احنا اخر حاجة نعرفها هي المشير. طلع هو من عنده رتبة عسكرية سماها مهيب، فبقى مهيب الركن. مهيب الركن دي رتبة عسكرية صدام بس اللي طلعها، وهو الوحيد في العالم اللي خدها. ويطلع الصحفي الكويتي ده يقول لك السعودية أم الدنيا. هو كلمة أم الدنيا دي مش مفروض إن هي ليها معطيات أو في أسباب اللي بناء عليه نقول عليها أم الدنيا؟ لو احنا مثلا خدنا من حيث التاريخ، الجزيرة العربية كلها بالكامل ما كانتش موجودة قبل ستنا هاجر اللي هي زوجة سيدنا إبراهيم المصرية اللي سافرت معاه وراحت قعدت في الجزيرة العربية هي وابنها سيدنا إسماعيل. فلو قلنا إن منشأ الجزيرة العربية في الأساس أساسه مصري وأساسه سيدة مصرية، طيب تبقى إزاي هتبقى هي أم الدنيا وفي مصر اللي واحدة من ضمن السيدات المصريات هي السبب في نشأة الجزيرة العربية أصلا؟ هنقول لأ، ده هو بيقول أم الدنيا من حيث العدة والعتاد والاقتصاد والجيوش من حيث الاقتصاد مش كل واحدة جميلة في العالم ممكن نطلق عليها ان هي ام العالم او ام المنطقة او ام اي شيء. واحدة جميلة لابسة لبس حلو مش شرط ان هي تبقى ام اي حد. الام دي لازم بتبقى حاجات في التاريخ، عبارة عن تاريخ كبير جدا، عبارة عن حضارة كبيرة جدا، عبارة عن جيش قوي جدا يقدر يحمي بلده اللي هي ام الدنيا، يحافظ على حدوده كويس ومحدش يقدر يقرب له، وإن فكر حد يقرب له بيبقى الرد كالتالي: قسما بالله اللي هيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. ده الرد بتاع رئيس أم الدنيا علشان بيحمي أم الدنيا بلده، وهو عارف بيحميها ازاي، وهو مخطط ومهندس وعامل كل شيء بالمسطرة وبالورقة والقلم، مش مجرد تصريحات بتطلع فخلاص احنا خدنا اللقب. على الصعيد التاني بقى خالص بقى، انت بتقول ان هي ركعت ايران. اولا هو حد شاف ايران وهي بتركع؟ يعني هل ايران ركعت؟ انا هنا مش بتكلم علشان انا بحب ايران فبدافع عنها، لا انا بحكي واقع احنا كلنا عايشينه واحنا كلنا لمسناه. يعني هل ايران ركعت؟ يعني لما انت تبقى في بلد بتدافع عن امنها، بتجيلك صواريخ مسيرات فانت بتطلع عندك الدفاعات الجوية فبتدافع عن بلدك، ده جميل جدا. هل انت كنت في لحظة من اللحظات كنت في وضع هجومي؟ هل رديت اي ضربة جات لك على بلدك ب50 رد علشان اعلم بقى اللي هو بيضربني ده ان انت ما توبش هنا تاني؟ طيب ايران ركعت ازاي في حين ان انت امريكا عماله تتحايل عليها انها تفتح مضيق هرمز اللي اصلا هي لما فكرت تقفله شلت العالم بالكامل؟ انا برضو مش بمجد في ايران، انا بحكي واقع حاصل. ايران قفلت مضيق هرمز وامريكا جت قفلت على قفل ايران مضيق هرمز، فاتقفل على ايران وعلى الخليج بالكامل. طبعا اكيد انا مع الدول الخليجيه قلبا وقالبا، ولكن لما نيجي نحكي بالوقائع او نحكي بالعدل، ما نطلعش كلام ونطلع القاب ونصرفها من جيوبنا علشان انا ليا غرض اصلا انا بلقح على بلد تانية او اصلا انا بشوف او كمان لا ده واحنا بعد الحرب هنعرف نحاسب كل واحد كويس. انت قصدك ايه بالكلام ده؟ لما تحكي وتقول ان السعودية ام الدنيا واحنا هنحاسب كل واحد كويس،
لا، ده انت في غرض في دماغك لبلد معين واحد فقط وهو مصر. انت ليك غرض في مصر، انت في حاجة عايز بتجر بيها رجل مصر. فانا نصيحتي للاخ الصحفي، بالله عليك قبل ما تطلع في القاب او في مسميات حاول تدرسها. انت لو انت درستها نص دراسة او ربع دراسة عمرك ما كنت هتطلع مصطلح زي ده. احنا خلي بالك ما احناش واقفين عنده، يعني عادي جدا، بس انا بس حبيت اوضح لك ان المصطلحات ما بتطلعش كده في الهواء الطلق، لازم لها دراسة عشان تطلع.